لو انت بتقول ابل بالطريقه دي ابل ابل، ولو انت بتقول كلمه ووز فانت كده بتغلط في الانجليزي بنسبه 90% من غير ما تاخد بالك. في الفيديو ده انا هخليك تفهم نطق كل حروف الانجليزيه من A to Z بطريقه تخليك تنطق صح في اقل من 15 دقيقه باذن الله. ولو كملت الفيديو للاخر مستحيل تغلط في النطق ده تاني. يلا بينا ونبدا باول حرف معانا هو حرف ال A. انا مظبط لكم الصفحات اهيت وعاملها لكم مرتبها لكم وعامل لكم كل نطق بتاعها والكلمات بتاعتها. فالصور دي ان شاء الله هبعتها لكم هناك على جروب التليجرام. لو انت ما رحتش روح هناك وتأكد انك في الجروب عشان ما تفوتكش اي حاجه. وبرضه لو انت لسه مشتركتش في القناه انزل اشترك واعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا. اول حرف معانا وهو حرف الاي. حرف الاي ده هو ليه كذا نطق. اول نطق معانا وهو اه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. ابل. وليه نطق تاني اللي هو تحس اي ديت. هو يعني تاريخ، انا مش عارف هو عامل بالها ليه بس هو تاريخ يعني. انه حرف الاو اول يبقى كده حرف الاي ليه تلاتة. ابل وديت واول. ابل ديت اول. اه اي او دي التلاتة. بيقول لك خلي بالك لو حرف الاي ده جه قبل ال او الدبليو، جه قبل ال او الدبليو هيتنطق ايه؟ او، شبه كلمة all. جه قبل ال يبقى all. أويسم always وهكذا. ندخل على الصفحة التانية. تاني حرف معانا وهو حرف البي. بيتنطق ب زي ما قلنا المرة اللي فاتت ب. وده حرف الصراحة محترم، مفهوم مش هيتعبنا كتير لأنه مفهوش مشاكل. بوي وبوك. بيقول لك ملحوظة بس. did you know sometimes silent at the end. يعني حرف البي ساعات بيبقى silent ما بيتنطقش، شبه كلمة بوم اللي هو بومب اللي هو المفرقعات يعني وكده. تمام. يبقى حرف البي ده حرف محترم والدنيا ماشية تمام. ندخل على الحرف اللي بعده حرف السي. حرف السي ده بقى اللي فيه حوار شوية. عندك حرف السي ده بيتنطق. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان هو ك زي مثلا كار، كيك، كاب، كات. كده وبيتنطق حرف شبه حرف الاس. نطق سين كده. س. امتى بقى بيتنطق سين؟ هقول لك كده على معلومة وخليها في بالك احفظها يعني. حرف السي ده اهو لو جه بعده اي او اي او واي، تلات حروف من التلات حروف دول لو اي حرف جه منهم بعد السي هيتنطق سي، مش كي. هيتنطق سي. يتنطق ايه؟ سي. اديني مثال. عندك مثال شبه سيركل. اهي السيركل دي فيها الحرفين. ركز معايا كده. فيها الحرفين. عندك السي الاولى والسي التانية. طب ليه قلنا السي الاولى سين والتانية قلناها اقول لك الاولى لان ركز وراها كده. تاني حرف حرف الاي. يبقى احنا قايلين لو في اي او اي او واي هتبقى سي. يبقى سير كير. التانية اتنطقت كي. ليه؟ لان ما فيش ولا اي ولا اي ولا واي. حرف ال يبقى كده تتنطق كي. يبقى دي معلومة. سي لو جه اي او اي او واي تتنطق سين. مفيش يبقى عندك برضو سيل. حرف الاي وراه سيتي اي. اهي المعلومة اهي. اي او اي او واي it sound like s. تمام. ندخل على الحرف اللي بعده كده يبقى خلصنا حرف السي. ندخل على الحرف اللي بعده وهو حرف الدي. ما بيتنطقش دي، بيتنطق ده ده. حرف الدي ده حرف محترم خالص بيتنطق ده ما فيهوش اي مشاكل. شبه دي، دوج. مفيش مشاكل او كلير اند سترونج ساوند. تمام. ندخل على الحرف اللي بعده حرف الاي. حرف الاي ده فيه شويه مشاكل برضو شبه السي. الاي ده ليه كم نطق؟ هما اتنين. يا اما لونج اي يا اما شورت اي. لونج اي اللي هو هيبقى الصوت طويل شويه شبه هي ده لونج. اما الشورت القصير شبه بيد ما بتحسش اصلا ان في ايه بيد. انما هي بتطول شويه. ندخل بعد كده بقى على حرف الاف. حرف الاف ده حرف جميل قوي ما فيهوش اي مشاكل خالص. زي ما قلنا المره اللي فاتت هيبقى ف شبه الفيل باللغه العربيه.
يبقى فش وفان، ما فيهوش اي مشاكل، هو نفس فش فان، حرف محترم يعني. ندخل بعد كده بقى على الخطير ده، حرف الجي. حرف الجي ده ليه حاجتين، في جيم تقيلة وفي جيم خفيفة. عندك السوفت اللي هو الخفيفة، بس على فكرة الخفيفة عكس ما انت فاكر، مش اللي هي الجي، لا هي الجي، جي تقولها جي. جرايف، 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 ديت اسمها خفيفة. اما الهارد اللي هي الصلبة كده، دي جو، 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 جوت، جاردن، جرين. لما هنا في السوفت، جيم، جيانت، جيم. قلنا برضو امثله هنا، اهي عندك درايف، جنتل، جيم. اما في اما في اللي هي الهارد، عندك جو وجاردن وجرين. ندخل بعد كده على الحرف اللي بعده، حرف الاتش. حرف الاتش ده زي ما قلنا ها، 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 وما فيهوش مشاكل قوي. عندك هات، هاند، هو نفس الكلام، بس بيقول لك sometimes بيبقى silent، يعني ساعات بيبقى ما بيتنطقش، شبه كلمة hour. hour بتنطق hour من أول او على طول، اتش silent. تمام، ما فيهوش مشاكل. ندخل على الاي، حرف الاي. حرف الاي ده اهو ليه كذا نطق. أول نطق معانا وهو الاي، اي اللي هو حرف الاي الأساس، اي، انك. تاني صوت هو الاي، اي، ايس، ايس، اي، اي، ايس. والحرف بقى النطق التالت اللي هو الاي، بتنطق اي. ماشين، ماشين، ماشين يعني ماكينة، ماشين، ماشين. تمام، ندخل على الحرف اللي بعديه. عندك حرف الجي، جي، 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 شبه جوس، هو ما فيهوش مشاكل، تقول جوس، جيم، جوب. هو صوته، صوته ما بيتغيرش، ثابت كده على طول. ندخل على الحرف اللي بعده. عندك حرف الكي، كي ك، ما بتقولش كي ك، ك كايت، كي، كايت، كي سايلنت بيفور. بيقول لك خلي بالك، تب يعني معلومه، خلي بالك. نيكست بيقول لك سايلنت بيفور، يعني بيكون سايلنت بيفور الان، يعني حرف الكي ده بيبقى ما بيتنطقش قبل حرف الان، لو جه بعده حرف ان، يعني هو لو الكي جه قبل الان ما بيتنطقش. شبه كلمه نو، نو تقول ان على طول. دي معلومه خليها في دماغك لانها مهمه جو، دي معلومه خليها في دماغك لانها مهمه قوي. حرف الكي لو جه بعده ان، الكي ما بيتنطقش، شبه نو، ني، ني، وهكذا. ندخل على الحرف اللي بعديه، حرف ال. حرف ال ده برضو حرف محترم، لايت ولاف، لايت ولاف، شبه حرف ال، شبه حرف اللام بالعربي، بس مفيهوش مشاكل. ندخل على الحرف اللي بعده، حرف الام. حرف الام ده حرف برضو جامد وحلو. عندك مون وعندك مان، ثابت شبه حرف الميم بالعربي برضو. ندخل بعد كده بقى على الحرف اللي بعده، هو حرف الان. حرف الان ده برضو شبه حرف الام، مفيهوش مشاكل برضو. عندك يبقى قلنا الام، الان، نايت، سينج، ما بيتغيرش، ان هو نفس الصوت. بيقول لك ان جي ميكس ا نيزل ساوند، ان جي سينج، سينج، تحس ان بيعمل الصوت من الانف كده. ندخل على الحرف اللي بعديه. عندك حرف الاو، في شورت او ساوند وفي لونج او ساوند وفي او ساوند وفي شورت يو ساوند. يعني ايه الكلام ده؟ عندك شورت او ساوند يعني او بس صغيره كده، هوت، هوت، تقولها بسرعه، ما بتطولش، ما بتمدش في الاو، هوت، هوت. عندك بقى لو يبقى لونج او، شبه جو، بتمد كده في الاو، جو. عندك بقى شبه او ساوند، يعني كأن اتنين او مع بعض، موف، موف، موف. طب عندك لو شورت يو، كأنك هتنطق يو، سن، 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 مش هوت، سن، سن، كده كأن بتقول يو. بس هو ده الاو، سهل يعني، بسيط، ما فيهوش حاجة. ندخل على البي، حرف البي. حرف البي ما فيهوش برضو مشاكل، وحرف محترم.
بيبقى شبه كلمة pen paper. وحرف البي اللي فوق ده اللي هو البي الخفيفة أو ملحوظة بيقول لك تيب نيكست strong air sound use paper test. يعني مثلا كأنك هتمسك ورقة قدامك كده وتقول حرف البي بي هتلاقي فيه هوا بيطلع من بقك. طالما لازم بتطلع هوا من بقك، انما البي اللي هي التقيلة اللي هي بتبقى لتحت كده ديت ما بتطلعش هوا، بتقول بي انما ديت بي. هو ده الفرق ما بينهم. تمام. ندخل على الحرف اللي بعده، حرف الكيو. حرف الكيو ده برضو حرف جميل ما فيهوش اي مشاكل. هتقول كوين كويك، واحنا قلنا كوين كويك. بيقول لك تبقى always followed by you، يعني دايما حرف الكيو ده بيجي بعده يو كيو دايما لازم تيجي وراه يو. ندخل على الحرف اللي بعده، حرف ار. ما بتقولش ار، نطقه استنى كده عايز اوضح لك الحته دي. ايوه كده. حرف الار ما بنقولوش ار، مش شبه الره بالعربي. تقوله كده تعمل لسانك، او بيقولك تونج جوز باك، يعني بترجع لسانك لورا. لسانك بيتعوج لورا، شبه كلمة ريد. شبه رن تقولش رن لا، رن ريد، وهكذا. ما فيهوش مشاكل برضه، هو سهل بس هو نطقه بس. ندخل بعد كده على الحرف بقى اللي هو الاس. حرف الاس ده برضه ما فيهوش اي مشاكل، هو في بس نطقين. الاس ده بيتنطق نطقين، انت هتحس ان هو مره بيتنطق اس ومره بيتنطق زد. اس شبه سي، سو، سمول كده. سي يتنطق اس، انما امتى يتنطق زد؟ شبه كلمة روز. انا قلت روز مش اس، مش روس، قلت روز فهو كده اتنطق زد. بس you can sound like زد، يعني كده بيبقى اس مرة وزد مرة. بس بقى هي ملهوش قاعدة، بتبقى على حسب بقى الكلمة بتتحفظ يعني. ندخل بعد كده على الحرف اللي بعده، حرف التي. حرف التي ده برضو ما فيهوش اي مشاكل خالص. هو تي نطق شبه تيبل. عندك تيبل، عندك تايم، عندك تكست. بس هو ما فيهوش اي مشاكل، تيبل وتايم هو نفس ده ما فيهوش اي مشاكل، حرف محترم. ندخل بعد كده على حرف اليو. اول نطق معانا هو حرف كانه هتحس انه حرف ايه كده، شبه run. هتحس ان انا كاتبها كده run، لكن هي مش ايه، هي يو، بس هو بيتنطق كانه ايه. تاني نطق معانا وهو انك تنطق حرف اليو نفسه، يو يبقى يونيفورم. تالت نطق معانا وهو كانه او شبه كلمه بلو كاني بقول او، مش ما فيهاش يو خالص. ندخل بعد كده بقى على الحرف اللي بعده اللي هو حرف الفي. حرف الفي ده حرف برضه غلبان كده ومحترم، ما فيهوش اي مشاكل خالص. بص بتحط كده اسنانك على شفتك، يعني بتحط اسنانك اللي فوق دي كده على شفتك اللي تحت، تقول كده شبه كلمة فان، فويس. بس ما فيهوش اي مشاكل، حرف برضو جميل وسهل. ندخل بقى على الحرف اللي بعده الدبليو. حرف الدبليو ده بيتنطق واه. عندك واو. هو حرف الدبليو ده اصلا كأنه واو ووتر. هو بيقول لك لايك ارابيك واو. ندخل بعد كده على الحرف اللي بعده، حرف الاكس او حرف الاكس. حرف الاكس ده برضو جميل ما فيهوش مشاكل. هو بيقول لك مره بيتنطق جز، مره جز اهي شبه بوكس. انما هنا جز اكزام. ندخل بعد كده على الحرف اللي بعديه، حرف الواي. بيتنطق يه. عندك بيتنطق بنطقين او ثلاثه كمان، عندك بيتنطق بثلاثه، يه واي واي. يه واي واي. يه لو يس. عندك اي ماي، هتنطق تقول ماي، تحس انها فيها اي ماي. عندك بقى اي هابي، انت بتحسش ان انت بتقول واي، بتحس انها اي في الاخر. هابي هو دول ثلاث نقط. يبقى اي وي، مش اي قصدي اللي هو واي عادي النطق العادي، بعد كده اي بعد كده اي. بالك ما تشغلش بالك بالكلام ده، هتقول يس ماي هابي، افتكرها من الثلاث كلمات دول.
وانت هتعرف النطق بتاع الواي. ندخل بعد كده على الحرف اللي بعده وهو اخر حرف معانا وهو الزد. متنطقش زد، تقول ز شبه زيبرا، شبه زيرو، وهكذا. سيم از او حرف الزد. تعالى بقى، انا كده جايب لك الخلاصه بتاعتهم كلها في ورقه واحده. يعني انت مش عايز تذاكر من اللي قدام ديت، ممكن تذاكر من دهي، ديت هتلخص لك الدنيا ان شاء الله. انا مش مهم بقى اقراها لك، انت هو نفس الكلام، هو نفس الكلام، ممكن بس يكون بس في الامثله زياده ولا حاجه. فانت بقى، انا ان شاء الله هبعت لك الكلام ده كله على جروب التليجرام هناك، هبعتها لك صور، انت بقى عايز تحطها مع بعضها في PDF عادي براحتك. وبس، لو انت عجبك الفيديو ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناه، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. وعايزك بقى تذاكر المحاضرتين اللي انت خدتهم دول، عشان ان شاء الله ممكن اعمل لك اختبار في اخر الاسبوع. يعني ان شاء الله انا عايز نمشي بنظام محاضرتين في الاسبوع، ومثلا يعني مثلا تاخدهم حد واربع محاضرات، حد واربع، ويبقى يوم الجمعة في اختبار، اختبار اللي هو التيست. عايز اعمل لك تيست بقى يوم الجمعة. التيست ده مش عارف بقى اعمله لك ازاي، ممكن اعمله لك يكون في بث مباشر على اليوتيوب، على القناة هنا. هيبقى مثلا نظام ممكن 30 سؤال، 30 سؤال في، ولا بلاش 30 سؤال، مش عايز اكتر عليك. هيبقى مثلا 10 اسئلة، 10 اسئلة في المحاضرتين اللي انت خدتهم دول. بس بقى انا عايزك تذاكر، هيبقى 10 اسئلة في 30 دقيقة. وبعد كده في نفس الفيديو، بس نفس البث المباشر، هجاوب لك على الأسئلة. يعني أنا هديك أول حاجة نص ساعة، هقول لك سؤال بسؤال، وأديك مثلا في السؤال أو كده السؤال هيبقى واقف عليك بثلاث دقايق تحل. أديك سؤال 3 دقايق، وأديك السؤال اللي بعده لحد ما نوصل 30 دقيقة. بعد كده، بعد ما نخلص كلكم بقى هتبعتوا الإجابات اللي انتوا كتبتوها، تبعتوها لي مترتبة مثلا. كل واحد هسيب لك برضو قد 5 دقايق، كل واحد يكتب الإجابات بتاعته. أنا هراجع بقى، واللي هيكون مثلا قفل يعني جاب 10 من 10، ده هيكون ليه شهادة تقدير، وهقول اسمه كمان في البث. وبس. يعني ممكن نخلي الموضوع ده كل اسبوع، فيديوهين في الاسبوع، واختبار عليهم يكون يوم الجمعة. وقولوا لي برضو رأيكم في التعليقات، النظام ده حلو ولا لو في نظام تاني في بالكم قولوا لنا برضو، واللي هيريحكم برضو هنعملوه. وبس. فلو الفيديو فادك اعمل لايك بقى واشترك في القناة، واكتب لي اكتر حرف كان صعب عليك ايه في الحروف ديت، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. Thank you.